وين اخوتي مزيانين بخير لاباس عليكم؟ فيديو الخوت غنوري لكم الدار اللي عايش فيها دابا. ما بقيتش في ديك الدار اللي كنت عايش فيها. دابا رجعنا في واحد الدار جديده، انا واحد الصديق ديالي زكريا راه سبق له بان معايا في الفيديوز وداك الشيء. وغنصور لكم الدار كيفاش عامله وغنشرح لكم كيفاش تجبرنا الدار وكيفاش تكريناها والثمن وداك الشيء ان شاء الله. ودابا غنصور لكم الدار كامله كيفاش عامله ومورا نشرح لكم ان شاء الله كلشي. نبدا لكم بالصالون. الصالون ما بيه شي ستيتو حلو. واحد التلفازه هي هادي، هادشي ان شاء الله جابوها هنا، هادشي هذا يعني الدار ان شاء الله كسفوا عليها. ودابا حنا تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام حنا في هاد الدار هادي، يعني باقي ما عمرناهاش مزيان وما زوقناهاش. اللي كتشوفوا راه كلشي كيبان خاوي. هاد الصوفه هادي حتى هي الميس هادي كتشد وكتفتح. وعندنا هاد اللامباره هادي ستيتوا. عندنا هادي ديك الاسعافات الاوليه الا شي ضربه هيدا صغيره ولا شي جرحه، عندهم هنايا كلشي بارتي وديك الشيء كامل. نوري لكم الكوزينه راه شويه مرونه. يقبلوا علينا وصافي الخوت. حيتاش كنجيو دابا مع الخدمه ما كنجبروش الوقت مره. كاين الوقت عاد حنا ساعه ساعه كيجي ديك العكز. المهم هادوما فيهم داكشي د العطريه ان شاء الله. دابا بدينا كنعمروا هاد الكوزينه هادي. هادي الميكرووندا اللي كتسخن الماكله وهنا هادي كتفتح عاود هيدا هنا الطباسل. وعندنا لابادوره ها هي هنايا. وهادي النبيره، هادي النبيره ستيتوا مزيونه ماشي ستيتوا كبيره تبارك الله. المهم فيها هادشي ان شاء الله هادشي اللي تسخرنا اللي كنقضيو به حاليا. وهذا كونخيلادور اللي كيتسلج. وهذه هي الخوت كتغسل الطباسل والكيسان داكشي اوتوماتيك كيخدم بالضبط. خصنا عيش الصابون ديالها وصافي، حيت الصابون ديالها كيكون خاص، يعني ما تقدرش تعمل لها اي صابون. الفران، هذا الفران د الضو. نوري لكم بيوتها. اول حاجه نوري لكم الطواليت حاشاكم. المهم الدنيا اللي كتشوفوا باقا خاويه. هادي مرايا الضو وديك الشيء. هادي الدوتشا تبارك الله صراحه كبيره كتبان. هذا في الفيديو قدرت نوريكم صغيره لان كبيره تبارك الله. ودابا باش نوري لكم البيت ديالي هو هذا. باقي مروج شويه. جبرتوني ان شاء الله جيت بالخدمه مريضه عاد تاليها. وعندي هنايا ماريو ديالي تبارك الله، هذا كبير الخوت. شوف صراحه بيت كبير، هذيك كما كبيره صراحه والله العظيم. بيت كبير تبارك الله. وهذا بيت الصديق ديالي. هو تا هو باولي الدعوه عنده مرونه شويه. هذا ماريو ديالو ديك. هذا الدار صراحه مزيونه ما فيهاش واعره. راه بصراحه انا عجبتني والله العظيم. مزيونه داكشي يا سلام. المهم اخوتي ديالي نبدا لكم كيفاش جينا لنا الدار وشكون الناس اللي وقفوا معنا وعاونونا وداكشي كامل. نشرح لكم التفاصيل. المهم الناس اللي متبعيني من البدايه ملي بديت كنعمل اليوتيوب راه عارفيني فين كنت عايش اول مره وموراها فين تبدلت وداكشي. المهم عارفين عليا كلشي في هذه الغربه هذه. المهم اخوتي نلخص لكم الوقت ديالي اللي دوزتو كامل هنا في الغربه في مدريد فين كنت عايش وداكشي، حيت كاين ناس اللي متبعيني ما عارفينش القصه ديالي وداكشي كيفاش حرقت وما عرفتني. المهم ما عرفتش نقول لكم كيفاش حرقت. نقول لكم فين كنت عايش. المهم انا كنت عايش في واحد السينترو د مايوريس، الناس كبار فوق 18 سنه. ضربت فيه 3 سنين ونص تقريبا بحال هيدا. موراها كانت واحد التراباخودور سوسيال ديالي اللي مكلفه بيا تما، يعني هي اللي مسؤوله عليا في ديك السينترو هذاك. دبرت لي واحد الجمعيه اخرى اللي كيعطيوك تعيش في دار بيت ديالك وديك الشيء المسائل. المهم دبروا لي واحد الجمعيه، مشيت عملت استجواب معاهم. كان عندي معاهم رونديفو صافي. شرحت لهم يعني ديك الشيء القصه ديالي. المهم بقيت عايش معاهم تقريبا شي عامين، انا واحد الصديق ديالي زكريا تقريبا شي عامين. المهم يعني حنا كنا عايشين في واحد الدار هي بحال تقريبا بحال الفيلا. المهم بحال واحد التالي فيه 3 طبقات فيه 20 بيوت. كل بيت المهم كل واحد عنده بيت ديالو 20 بينا. كنا تما كنشاركوا الماكله مع بعضنا وداك الشيء. صراحه عايشين مرتاحين، كندخلوا نخرجوا فوقاش ما بغينا، يعني ما كاينش ديك الزيار في كنتي وداك الشيء. المهم كانوا صراحه عايشين كيف ما بغينا حنايا. المهم وحنا الحمد لله دابا هاد الجمعيه ديال الخوت اللي كنا معها دابا حنايا هما اللي دبروا لنا الدار اللي عايشين فيها حنايا دابا جديده. وهاد الدار ما كيدبروهاش اي واحد اللي ساكن معاهم تما، كيدبروها الناس اللي خدامه والناس اللي داخله سوق راسها كيتعاملوا مزيان معاهم تما وديك الشيء. يعني تكون محترم. علاش كنقول لكم ديما كنوصي الدراري، كنوصي اي واحد جا هاد الغربه هادي دخل سينترو دومينوس ولا المهم مع شي جمعيه مع النصارى بالاخص، يحاول يكون مزيان معاهم، يكون محترم، يكون فيه الصواب. راه ربي ما يخيبوش، يعاونوه. هنا صراحه النصارى راه كيعاونوا بزاف بنادم.
اقسم بالله الخوت يكذب عليكم شي واحد يقول لكم نصارى قباح. كاين وكاين، ولكن شوف راه تا ولاد بلادنا راه المغاربه والعرب راه كيوقفوا معنا تا هما كيعاونونا الواحد، يعني كيوقفوا مع الحراك. ولكن قاوري تا هو عاود الا عاونك راه كيعاونك صحيح، فهمتوني الخوت. حتى المغاربه كاين المغاربه كاين ولاد الناس هنا كيعاونوا صراحه، حنا وقفوا معنا بزاف، كاين الناس اللي عاونونا وديك الشيء صراحه الخير ديالهم ما يتنساش. حتى النصارى حنا ما كنفتخروش بنصارى، راه هما يعني حنا هو فيهم الانسانيه وكيعملوا الشغل ديالهم، داكشي واجب عليهم ملي كيعملوا يعني المعاونه وديك الجمعيات وديك الشيء. المهم خلينا من هذا الموضوع هذا. هاد الجمعيه اللي مع انايا كانوا دبروا لنا الدار هديه، وهاد الدار هادي راه يعني الجمعيه ديال المولشي هو اللي يعني تكلف هاد الدار هادي. دابا حنا رجعنا عايشين فيها صافي، يعني اللي كيخدم، واللي انا قلت لكم اللي كيخدموا مزيان كيدبروا له يعيش في دار يعني دراسو، كيخلص الكرا ديالو. وهاد الجمعيه هادي كانوا هضروا معنا في الاولي باللي عندهم واحد الكونطراتو، يعني عندنا الحق نبقاو معاهم عام. قالوا لنا عام، قالوا لنا وليني قالوا لنا ان شاء الله ملي غيكمل عام، غتكمل العام ديالك هنايا معنا، راه ما غنمشيوش نجريو عليك، راه غندبروا لك بلاصه اخرى اللي تكون فيها، يعني غنوقفوا معاك. وهادشي اللي كان. انا كملت معاهم حتى عامين تقريبا، دخلت معاهم في 2021 شهر 4، ودابا حنا في شهر 3، يعني تقريبا عامين. وهاد الدار هادي المهم، الدار هادي الخوت راه عملوا معنا واحد كونطراتو ديال عام ونص، نبقاو في هاد الدار هادي عام ونص. قالوا لنا حاليا الدار هادي تبقاو فيها عام ونص، ولكن مور ديك الشيء يعني حين الله، يعني ما عارفينش واش غنكملوا معاهم اكثر من عام ونص ولا نمشيو ندبروا يعني الكرا راسنا وديك الشيء. المهم حاليا هما اللي دبروا لنا الدار هادي، ولكن كنخلصوا الكرا ضروري ما الواحد يخلصوا وديك الشيء. عملوا معنا صراحه واحد قضيه مزيانه. عملوا معنا يعني الخلصه ديالنا اللي كنشبروا في الشهر في الخدمه عم كنخلصوا منها 20%. مثلا الواحد كيشبر 1000 د الأورو، كتجبر هنا 1000 الأورو، عاد كتجينا 200 وكنخلصو 200 بكلشي ديالها، بالضو بالما بكلشي إلا الماكلة يعني كنجيبوها من راسنا. وديك هنا الكرا صعيب بزاف تجبر الكرا، أنا في إسبانيا كاملة ما عرف، المهم على حسب مدريد تجبرو، ولكن غالي. كتجبر بيت واحد 300 د الأورو 350. إلا جبرتي شي بيت رخيص مرة كيكون ستيتو كتجبرو ب250. 200 تقدر تجبرو في شي بدية هيدا، ولا اغلبيه كتجبر بيت جوج دكامات، يعني كتشارك بيت مع شي واحد وكتخلص 200 اور 250. صراحه هنايا حنا تعاملوا معنا بزاف، وقالوا لنا من ناحيه الا كنتوا وقفتوا من الخدمه راه غنشوفوا معكم شي حل، يعني باش تخلصوا اقل خلصه ولا ما تخلصوش. يعني صراحه الدراري هاد الدار هادي بيسو باش الواحد يقدر يجبروه وصعيبه بزاف، يعني صعيب تجبر واحد. وهنايا واحد القضيه هنا باش تكري غير دار هنا كيصعبوا بزاف. هنا الدار خصو ضروري يكون عندك الوراق باش تكريها، كيطلبوا لك ديك الخلصه ديالك النومينا وديال اللومينا وديك الشيء. المهم كيطلبوا لك بزاف د الحوايج وفيانسا المهم انايا الكرا صراحه اصعب حاجه في هاد البلاد الخوت في اوروبا كامله، كذب عليكم الكذب، واخا تكون بالوراق ديالك تكون خدام خلصه مزيانه، هي السكنه انا باش اللي صراحه انايا اللي باش تحكم هاد الغربه هادي هي تكون عندك الدار ديالك في هاد البلاد هادي، في اسبانيا تكون عندك الدار ديالك راك مضخم. واحد القضيه عملوها لنا مزيانه والله الا هاد الناس زعما راه صراحه والله العظيم الخوت، هاد الجمعيات اللي كاينين هنا في اسبانيا يعني كيعاونوا الواحد، كيستافد منهم بزاف، خصوصا بنادم اللي ما عندوش العائله ديالو هنايا، اللي ما عنده فين يعيش، اخذ بنادم اللي كيكون ان شاء الله جا، راه الواحد راه يعني غينفعوها بزاف هاد الجمعيات صراحه. الجمعيه عندكم سينتروس سينتروس د مايروس، الناس كبارين مزيانين كينفعوا بنادم، ولكن الواحد يبقى فيهم واحد الوقت يعني محدد وصافي، واحد الوقت يبقى فيهم بزاف، يبقى فيهم عام على من يوقف على رجلو ويدبر ويخدم، الا ما كانش راه تيسهل عليه الله. ونعملوا معنا واحد القضيه مزيانه، عطاونا عملوا معنا مده 3 شهور، بقاو يعاونونا بواحد المساعده ديال 200 د الاورو الواحد، 200 د الاورو انا و200 د الاورو الصديق ديالي مده ديال 3 شهور. ديك 200 د الاورو نعملوا بها اللي بغينا، نشريو بها الماكله وديك الشيء، نخلصوا بها الكرا. المهم هذه المعاونه اللي عاونتنا الجمعيه هذه. تخيل كيدبروا لك الدار وموراها كيزيدوا يعاونوك لمده ديال 3 شهور، وكيعملوا لك واحد الثمن ناحيه الخلاص، ثمن مزيون. يعني صراحه الناس وقفوا معنا بزاف والخير ديالهم ما يتنساش. المهم الدراري من ناحيه الخلاص حاليا انا تفاهموا معايا نخلص 150 د الاورو، كتجي بالدرهم 1500 درهم بحال هيدا. وحتى ديك الولد صاحبي حتى هو تقريبا هيدا كنظن، ما كنظنش غيكون اكثر ولا اقل، هيداك 140 د الاورو 150 د الاورو. وسنينا معاهم واحد الكونطرا ديال مده 6 شهور نسكنوا في هاد الدار هادي.
ملي عاد تفوت ديك 6 شهور هاديك عاود نعدلو كونطرا اخرى ديال 6 شهور، وملي عاد تسالا 6 شهور الثانيه غيعملوا لنا عاود 6 شهور الثالثه ان شاء الله، تنكملوا عام ونص ديالنا اللي قالوا لنا هنا نسكنوا في الدار هادي ومريحين الله. حاجه واحده، شوف الغربه هنا اسبانيا اقسم بالله الخوت، سواء اسبانيا المهم اوروبا كامله راه كاين المستقبل. الواحد الا فتح على راسو والله تيجبر، عايجبر. انا الحمد لله راه حنا تكرفسنا وجبنا اعوام ما خدامين شي، يعني كتشوف راسك صافي كتقول ني مستقبل ني والو. الحمد لله ربي كيسهل، الواحد ملي كيصبر وكيسبر ربي كيسهل عليه. ما يعني شو ديك السلبيات وكذا، راه اوروبا بقى فيها ما يدار الدراري، راه هذيك هضره خاويه. كاين والله انا كاين هنا مستقبل عندك مأمن بعد، ولكن خصك تقاتل وتصبر. الصبر هو كلشي. هنايا ما غتجبر جي واجده، 1% يقدر اللي يجبرها واجده هنا، يعني كل واحد وصل، ولكن الاغلبيه عاد تكرفس في الاول، عاد تجبر الصعوبات وديك الشيء، موراها ربي كيسهل عليك. الوحيدين اللي نقدر نقول لكم كتسهل لهم الطريق يقدروا يجبروها واجده هما ديك الدراري مينوريس اللي اقل من 18 سنه، اللي كيدخلوا سينترو كيوفروا لهم كلشي، كيكملوا 18 كيعدلوا الاوراق ديالهم، هادو كيجبروها سهله. ولكن خصهم يعرفوا كيفاش يستغلوا ديك الفرصه هذه. هادشي اللي كاين الدراري. المهم مرحبا بكم في اي تعاليق ديالكم، شي حاجه، المهم شي حاجه بغيتو تعرفوها، شي معلومه، دخلوا عليا في انستغرام، راه كنجاوب اي واحد. كنتعطل على بنادم راه الوقت ما كنجبروش صراحه، ولكن كنجاوب اي واحد. تبارك الله عليكم، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. غنحط لكم واحد الفيديو نهضر لكم على موضوع مهم بزاف، وهادشي اللي كاين. السلام عليكم وفي شي ساعه.